السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان بعد بكرة، يا رب يجعله خير علينا كلنا ان شاء الله. النهاردة هعمل لكم كوليكشن صغير بس عشان اصور شنطة واحدة طلعت لكم بكام شنطة كده. هبدأ بالشنطة المصري. انا صورتها لكم قبل كده تقريبا بس كان من قدام. الشنطة دي لوي فيتون، دي شنطة مصري. احنا كلنا عارفين حجمها الكبير، وفي منها الحجم الصغير. نشوفهم مع بعض. بصوا دول خامات مستوردة. الجلد مفيش فرق ما بينه وما بين الاصلي كتير. تمام. الاصلي بيعمل ده جلد عادي غالبا، وده جلد طبيعي. الشنطة هي بنفس التفاصيل، نفس التفاصيل دي اللي بنوسع ونضيق بيها لما بنحب نصغر الشنطة، طبعا معروفة. هقول لكم بقى ايه كل تفصيل، مفيش حاجه مختومه من هنا. بصوا بقى من جوه، يا رب يكون صوتي واضح. ده كده من فوق، يعني هي ما فيهاش سوسته. تمام، نفس الشكل اهو، وسعرها تحفه. يعني نقول من اول كده 250. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. بالظبط نفس التفاصيل، دي نفس الشكل، دي نفس الشكل، بس مش نفس الخامه بتاعت البطانه التانية بس. وفي بقى قطيفه ساده خالص مش مكتوب عليها حاجه، لكن بصوا دي نفس التفاصيل ونفس جوه كل حاجه، بس السوسته مش مختومه، مش مشكله، بس السوسته خامات مستورده بس لطيفه قوي. هو ده بيبقى جيب صغير ما فيهوش اي حاجه خالص. تمام، شايفينه بس. ومعاها البورتفيه بتاعها. في شنط بتنزل من غير البورتفيه بتاعها ده، وفي شنط بتنزل معاها. ما فيهاش اي حاجه خالص، وجميله جدا، ومش هتعرفوا تفرقوا ما بينها وبين المستورد. يعني هي نفس التفاصيل، الا لو عليها اختام بقى من هنا في الحاجات دي هنا بس اللي مش موجود. وده شكلها. تمام. الشنطه اللي انا بقى مستنياها كان نفسي اصورها، بس مش دي اللي قصدي عليها، هخليها اخر حاجه. الشنطه الفني دي ميرور، ماشي، شكلها اهو. عايزه اوريكم وهي مقفوله. شايفين كلمه فندي؟ نبدا التفاصيل، يلا بينا. هو من هنا بتتقفل سوسته وكليبس، حتى لو ما قفلناش السوسته الكليبس هيغني. تمام. الكارت بتاعها، ثانيه واحده يا بنات عشان برضه نطلع كل حاجه. تمام، شايفين؟ من جوه مفيش اي حاجه واضحه اصلا. عامه البطانه كلها سودا، ما فيهاش اي تفاصيل غير ان الايه الجلد هنا الفندي. السوسته مش مختومه. بس كده يبقى جيب اللي هو فيه سوسته، وجيب تاني هنا. تمام، ما يتحطش موبايل، والجيب هنا مناسب. بس شكلها وحجمها، وبالذات دي كل الالوان مش بتطلع كتير الا دي. في الصوره حجمها اكبر، في الحقيقه مش زي الصوره، في الحقيقه اصغر من الصوره، بس هي حجمها حلو قوي، لا صغير ولا كبير اللي بيحب يلبس الوسط. انا بالنسبه لي ده حجمها وسط تقريبا. دي حجمها 35 تقريبا، يعني 30 قلنا لحد هنا، ممكن تبقى دي 35. شكلها حلو قوي من غير ايد كروس، هي بتتلبس كده. تمام، هي هتتمسك ايد، مسك كده. انا عامه بمسك كده مش بلبس. تمام. دي شنطه كوتش. تمام. عشان صوتي واطي هحاول اعلي. دي شنطه كوتش
دي فيرست كوبي، يعني شنطة ميد ان تشاينا فيرست كوبي بس كده، حلوة جدا. معاها الايد الكروس بتاعها من غير اي اختام من غير حاجة. انا ما شفتش منها ايه الفرق، يعني ايه يا جماعة الفرق وانتوا بتشتروا الشنطة دي؟ مش عارفة، انا ما شفتش منها في الاصلي او في الميرور، انا ما شفتش. تمام. الشغل بتبقى اللي هو ميد ان شاينا ده زي بالظبط زي ما قلت لكم في الاول، ما احنا عندنا هنا خامات مستورده تقفيل مصري. بتبقى الفكره يعني في شنط مش بتبقى تقليد البراند، يعني شنطه اجيبها لكم زي الشنطه البيضه اللي وريتها لكم قبل كده مثلا، كاتبين عليها لوي فيتون بس ما نزلتش اصلا. ففي مثلا انا في ديزاين عجبني قمت منفذاه، هي بتبقى في حاجات كده في الصين ديزاين عجبه قام منفذوه بنفس يعني رسمه الكوتش وحطوا البراند بتاعها. ففي ناس مثلا لما بتيجي بتحب تشتري شنطه زي الاوريجينال هنا، بس هتركز هي نازل منها اصلي فهجيب منها الكوبي بتاعها فاشتري مثلا نفس الشكل مش هيبان. لكن مثلا اللي هيبان ايه ان هي ما تبقاش نزلت اصلا، ان هي ما تبقاش نزلت في الاصلي او ما نزلتش في الميرور. تمام. فدي ميد ان شاينا، ممكن تكون نزلت بقى منها الاصلي وانا ما شفتوش، بس هي الشنطه صراحه تحفه بالظبط نفس التفاصيل، حتى نفس اللون بتاعه الايه الكوتش. تمام اهي. ماشي. جيب صغير للكوينز متنفعش فيه موبايل ولا حاجه. تمام. ماشي اهو، نجيب صغير هنا وجيب تاني برضو مينفعش الموبايل، حجمها كويس كشنطة كروس. حتى هنا الميزة مش حاطين تيكت اسمه ايه ده عليه اسم البراند. تمام. وده دليل ان هي مش كوتش اصلا، بس كده مفيهاش اي تفاصيل كتير. شكلها حلو جدا، خامتها حلوة، اللي بيحب يلبس خامة حلوة واي شكل وخلاص. على فكرة دلوقتي الصراحة الشنط في مصر بقت متألقة جدا وسعرها كلها على قد ايه، والايد الكروس بتاعتها. تمام. وهنبدأ بقى في الشنطة اللي قلب الدنيا اللي هي كود بيجر.